طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذه النشرة والتي نبدأها بأبرز العناوين. إصابة مواطن بفيروس كورونا اليوم. نمو جيد للمزروعات والمياه في عدغية. جهود لتوسعة الطاقة البديلة في غردات. تجدد الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في غورنو براخ، وعشرات القتلى من الطرفان. مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انهيار مبنى في عمان. ناسا تطلق مركبة فضائية لإبعاد كواكب عن الأرض. من العناوين إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي جريت في الإقليم الأوسط اليوم قد أظهرت إصابة مواطن واحد من رفر بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مريض كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,164، شفي منهم 10,056، وتوفي 103 مريض، فيما يتلقى 5 مرضى رعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 14 من سبتمبر لعام 2022. أفاد خبير الزراعة المروية في مديرية عدغية السيد ملقيت فتوي بأن المزروعات تنمو جيدا وامتلأت السدود والحفائر، وذكر وجود 16 سدا و16 حفيرا في المديرية. وقد نمت هذه السنة المياه للإنسان والحيوان والزراعة المروية. وأشار خبير تنمية النباتات في مكتب وزارة الزراعة في مديرية عدغية إلى زراعة مساحة 6362 هكتارا بالذرة والبقوليات والبذور الزيتية، ويتوقع إنتاج محصول وفير إذا وصلت الأمطار الهطول حتى نهاية الشهر الحالي. ودعا لتخصيص دائم للجرارات لدورها الكبير في الإنتاج الزراعي. ذكرت خبير التدبير المنزلي في مكتب وزارة الزراعة في مديرية غردة السيدة أباباز الإزقي أن جهود تبذل لنشر موقدات حنة الخالي من الدخان لخفض استهلاك الكهرباء وحماية الثروة الغابية. وأوضحت نشر الموقد في 100 أسرة في أم قرني وعدردة وغردات، مشددة على دور إدارات الضواحي لتوسيع انتشار موقدات حنة لأهميته ومميزاته في تقليل استهلاك الحطب وصحة الأسرة. وأشارت إلى تقديم التدريب في أساليب رفع الإنتاج والخياطة وزراعة الخضروات في المنازل والطهي لتحسين معيشة الأسر. أفاد المهنيون الصحيون العاملون في عيادة فيلادلفيا بأن الأجهزة الصحية في العيادة ظلت تساهم بفعالية حول تقديم خدمات صحية ناجعة. وأوضح خبير الصحة الشعبية الشاب بيلول يماني أن العيادة تسخر بمعدات متطورة لطب العيون وتحاليل الأمراض الباطنية والسلة ومعمل حديث وعصري، وكذلك أجهزة متطورة للطاقة الشمسية، مما ساهم ذلك في تقليل الضغط العملي لمستشفى كرن وتقديم خدمات صحية جيدة. وبموجب ذلك زادت نسبة الولادة في العيادة ب9%، فيما ارتفع وعي الرجال فيما يخص المتابعة قبل وبعد الولادة وفحوصات الإيدز ب11.3%، وبلغت نسبة متابعة قبل الولادة إلى 97.5%. وأشار إلى الجهود المبذولة لرفع معرفة المواطنين حول الملاريا ساهمت في تصحيح الإهمال السائد في استخدام الناموسيات والإسراع الفوري إلى المؤسسات الصحية في حال الشعور بأعراض المرض وتناول الأدوية وانخفاض ظاهرة المرض، بالإضافة إلى انخفاض ملموس لمرض السل. وذكر أن العيادة تقدم الخدمات شهريا ل 2400 مريض قادم من مديريتي قلب وكرن، وأن القرى البعيدة تجد الخدمات عن طريق وكلاء الصحة الريفية.
وتقدم العيادة الخدمات الصحية لمناطق فلاداريب ومواش وفرحين ودك مراد وسناقة وجنقريب وأقرباب وباسكدار، وكذلك من مديريات كرن وقلب. تشهد مديرية حقات أنشطة نفير واسعة لمياه التربة والمياه، وظلت تساهم في استقرار التربة وتنمية الثروة الطبيعية، وسيتم الدفع بها قدما. وتشتمل الأنشطة التنموية على أعمال المدرجات والحواجز المائية وصيانة الطرق الترابية والنظافة البيئية. وأوضح المدير المؤقت للمديرية السيد ناصر عمر بأن أكثر من 545 كيلومترا من المدرجات في 15 ضاحية بمشاركة 2200 شخص يوميا ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر يوليو. وعلم بأن موظفي الحكومة أيضا يساهمون في أنشطة النفير بالعمل يوميا في الأسبوع، تمثلت في صيانة أنابيب المياه وبناء الخزانات ومساعدة المحتاجين ورعاية الأشجار. ويعد دور أعضاء الجيش الشعبي ومجاميع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ومدراء الضواحي بارزا في إنجاز المهام بنجاح. وتوضح المعلومات الواردة فيما يتعلق ببرامج تنمية الجبال وإخضرارها عن طريق قرص أشجار تتماشى مع المناطق الجبلية. حقق الدراج الإريتري عضو فريق انتر مارش البلجيكي انتصارا كبيرا بحلوله الثانيا في سباق غرومبير والنو 62. غطى سباق اليوم الواحد الذي جرى في بلجيكا مسافة 199.7 كيلومتر. وكان الدراج الإريتري بنيام قرماي قد حاز على المركز الثالث في السباق الذي نظم في كندا يوم 9 من سبتمبر. ويقوم الدراج بنيام قرماي الذي فاز بالمركز الأول في الجولة العاشرة من طواف إيطاليا في شهر مايو الماضي يقوم بالاستعدادات لبطولة العالم للدراجات الهوائية التي ستنظم في أستراليا من 18 وحتى 25 من سبتمبر. وسينضم الدراج بنيام بعد يومين إلى منتخب إريتريا للدراجات الهوائية الذي توجه اليوم 14 من سبتمبر إلى أستراليا للمشاركة في بطولة العالم. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قالت وكالة رويترز نقلا عن وسائل إعلام روسية أن اشتباكات جديدة اندلعت بين القوات الأذربيجانية والرومانية في منطقة ناغورنو كاراباخ الحدودية، وذلك غدت مقتل ما لا يقل عن 100 جندي في أعنف قتال بين الدولتين الجارتين منذ الحرب الأخيرة بينهما عام 2020. ويأتي تجدد الاشتباكات في حين تتواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة بين البلدين، فبعدما أعلنت روسيا عن هدنة بحث مجلس منظمة الأمن والتعاون الجماعي هذه الأزمة قبيل جلسة أخرى مرتقبة لمجلس الأمن الدولي. وقالت أرمينيا أن ما لا يقل عن 49 من جنودها قتلوا في الاشتباكات، في حين أبلغت أذربيجان عن مقتل 50 من عسكريها. وحملت كل دولة الأخرى مسؤولية تجدد القتال الذي دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدعوة للهدوء. وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان أن أذربيجان استخدمت المدفعية وقذائف الهاون والأسلحة الصغيرة في هجومها. قتل 5 أشخاص وأصيب 14 آخرون بجروح في انهيار مبنى قديم مؤلف من 4 طوابق في عمان على ما أعلنت السلطات الأردنية. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى أن مقتل شخصين في مبنى سكني مأهول في منطقة جبل اللبيدة وسط العاصمة عمان. وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي أن مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك لا زالت تتعامل مع الحادثة والعمل جاري للبحث عن مفقودين آخرين. وأكد مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس بريس أن النيابة العامة باشرت التحقيق في انهيار المبنى.
ومنطقة جبل اللبيدة تعد من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان، ويعود بنائها لبداية القرن العشرين، ويقيم فيها الكثير من الأجانب. تستعد وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء إلى إتمام مهمة جريئة، وهي تحطيم مركبة فضائية بقيمة 330 مليون دولار في كويكب بعيد عن أن يصل إلى الأرض، حيث تم تحديد الاصطدام لبضعة أسابيع فقط. وبدأ مركز التحكم في مهمة ناسا العد التنازلي لإتمام المهمة في تحطيم الكويكب، وهو مصمم لاختبار ما إذا كان بإمكان البشرية إبعاد الكويكبات عن الأرض بشكل فعال. بدلا من ذلك تريد ناسا معرفة ما إذا كان بإمكانها تغيير مساره في فراغ الفضاء، بحيث إن إذا حان الوقت يمكنهم فعل شيء نفسي مع كويكب أو مذنب خطير إذا كان يعرض الأرض للخطر. وستراقب وكالة ناسا أثار الاصطدام باستخدام تلسكوبات أرضية قوية، بينما تحتوي المركبة نفسها على كاميرات وأجهزة استشعار قوية لقياس الاصطدام. اكتسب الإعصار مويفا قوة كبيرة في بحر الصين الشرقي، مما أجبر السلطات الصينية على إلقاء مئات الرحلات الجوية من شانغهاي، وهدد الميناء المزدحم المشترك بين مدينتي نوانغومو وشوانج. وذكرت قناة تلفزيونية أن سلطات مقاطعة تشينغ يانغ قد رفعت الاستجابة الطارئة للإعصار إلى أعلى مستوى، حيث من المتوقع أن يتحرك مويفا إلى الشمال الغربي بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 25 كيلومترا في الساعة. ووفقا نهاية الأرصاد الجوية الصينية، من المتوقع أن يصل هذا الإعصار، وهو الثاني عشر الذي يضرب الصين هذا العام، إلى اليابسة للبلاد بحسب خبراء الإرصاد. تذكير بأهم العناوين. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. نمو جيد للمزروعات والمياه في عدقية. الدراج بنيام قرماي ثانيا في السباق ببلجيكا. تجدد الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في غورنو باخ، وعشرات القتلى من الطرفين. مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انهيار مبنى في عمان. ناسا تطلق مركبة فضائية لإبعاد كويكب عن الأرض. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.